بصي، أولا ألف سلامة عليها. ثانيا، أي مشاكل في حركة الطفل، إحنا بنصور الطفل فيديو بنعرضه على الدكتور الأطفال، يعني مش بنكتب كومنت، بس أنا هجاوبك برضو. فنصيحتي إنك تصوريها فيديو وتبعتيها لدكتور أطفالك، أو كمان ممكن نوديها لدكتور مخ وأعصاب أطفال. ولكن الحالة اللي أنت بتتكلم عنها دي اسمها بالإنجليزي benign sleep myoclonus، او اهتزازات في العضل حميدة بتحصل اثناء النوم. غالبا بتبقى على الناحيتين، بتبقى كده هزات متكررة في الاطراف، وساعات بتبقى كمان في الجسم كله. خلي بالك ان هي ما بتحصلش ابدا، ويعني حتى انت صححي له ليه الكلام ده صح ولا لا. ما بتحصلش ابدا والطفل صاحي، دايما بتيجي والطفل نايم. خلي بالك ان ما بيكونش معانا اي امراض تانية، غالبا بتبتدي بعد اسبوعين. وعايز اقول لك ان ساعتها رسم المخ او الام ار اي والحاجات دي كلها ما بنبقاش محتاجينه. بنقول ايه للطفل او بنقول ايه لاهل الطفل ان احنا بنطمنهم، بنقول لهم ان شاء الله الموضوع دوت هيختفي عند شهرين لثلاثة. ما بنديش اي ادوية ليها علاقة بالصرع. ولكن انا برضو عايزك تصوري الطفل فيديو وتبعتيه لدكتور اطفالك او دكتور مخ واعصاب اطفال. ولكن الحاله اللي انت بتوصفيها دي بالظبط هي 99%، هي عباره عن زي ما قلت لك كده، اللي هو الاهتزازات العضليه الحميده. ولو كل الحاجات اللي انا قلتها دي فعلا بتحصل، اللي هو الحاجات اللي قلتها في الاول دي، هتخلينا نقول ان احنا دي مش بؤرة فيها صرع ولا اي حاجة. دي حاجة حميدة، وان شاء الله هتخف من شهرين لثلاثة، والف الف الف سلامة.